اول حاجه الكلام الحلو اللي بيتقال النهارده والتحفيزي وانه بيحمسك، ولما بتكوني ناجحه في حاجه بيقولك مبروك وبرافو ومش عارف ايه. الكلام الحلو اللي بيتقال النهارده دوت مش هتلاقيه بعد كده، بالعكس هيتحول لكلام عكسي تماما، سلبي، في تكسير مقاديف وكلام ما يمطش للايجابيه بصله. دي حاجه. الحاجه التانيه انه هيبقى طول الوقت لو في خطوه نجاح بتاخديها هتلاقيه بيوقفها لك وبيقف لك فيها باي حجه ايا كانت، لسبب ان انتي لما هتاخدي الخطوات النجاح دي وهتستمري هتبقي بمثابه من وجهه نظر وبمثابه خطر عليه. ايه خطر والكلام الكبير ده؟ ايوه خطر هنا معناها ان هو هيقول هي لما هتنجح برضو كده هتفضل تلوم عليا ان انا ليه ما بنجحش وما باخدش خطوه، فبالتالي هتفضل تزق فيا وانا مش عايزه اتحرك من مكاني. فده الخطر اللي انت بتسببيه له من وجهه نظره.